مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نبدأها دوما بأهم وأبرز العناوين. العاصمة أسمرة تشهد فعاليات الاحتفال الرسمي بذكرى يوم الشهداء. الشعب الإريتري في الداخل والمهجر ينظم مسيرات شموع إحياء لذكرى الشهداء. أعضاء وزارة الزراعة ينظمون حملات تشجير بمناسبة يوم الشهداء. الإريتريون في استراليا ونيوزيلندا وجدة يحيون يوم الشهداء. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. أحيا الشعب الإريتري صبيحة اليوم 20 من يونيو ذكرى يوم الشهداء. وفي المناسبة الرسمية لإحياء ذكرى الشهداء التي جرت في العاصمة أسمرة، سيرى آلاف المواطنون يتقدمهم الرئيس سياس أفورقي والوزراء وقادة الجيش وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة ورجال الدين مسيرة في الساعة 6 صباحا من نصب الشدة إلى مقابر الشهداء، تصحبهم المارشات العسكرية الموسيقية. ووضع الرئيس سياس أفورقي ووزير الدفاع الفريق سبحات فريم وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد وحاكم الإقليم الأوسط السيد كحساي قبرهويت ورئيس الاتحاد الوطني للمرأة السيدة لؤول قبرآب وضعوا أكاليل الزهور في مقبرة الشهداء. وقال الرئيس سياس أفورقي في الكلمة التي ألقاها في المناسبة أن إحياء الشعب الإريتري لذكرى شهدائه بمسيرات الشموع والرسائل ذات المضامين الهامة التي تبث عبر وسائل الإعلام تمجيدا للشهداء لا تحتاج إلى الشرح. وقال أن الهدف الذي أصبح واقعا ملموسا بتضحيات شهدائنا وتقديمهم لأرواحهم القالية وكذا التفاني والصمود والعزيمة التي أورثوها لنا مكنتنا من تجاوز الكثير من التحديات في سنوات البناء والتعمير الماضية وتنفيذ برامجنا التنموية بفعالية. وفي ختام المناسبة وضع عضو اللجنة التنفيذية لجبهة النضال الرواندية ورئيس البرلمان الرواندي السيد جوزيف كاريميرا وضعوا إكليلا من الزهور على مقبرة الشهداء. هذا وقد تضمن برنامج إحياء يوم الشهداء مختلف الفعاليات التي تمجد مآثر الشهداء. نظم الشعب الإريتري في الداخل والمهجر مسيرات شموع مساء 19 من يونيو بمناسبة 20 من يونيو إحياء لذكرى الشهداء. وفي مسيرة الشموع التي نظمت بالعاصمة أسمرة، انطلقت المسيرة التي شارك فيها عشرات الآلاف يتقدمهم كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة من منطقة سيتي بارك وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر. وأوضح حاكم الإقليم الأوسط السيد كحساي قبرهويت في الكلمة التي ألقاها في المناسبة أن إحياء الشعب الإريتري في الداخل والمهجر ليوم الشهداء بإضاءة الشموع يعكس قوة وحدته وفخره بشهدائه، وهو يوم محفور في ذاكرتنا ووجداننا ومناسبة لتجديد العهد. وذكر الطفل نبيه كبرآب والسيدة هوت قبر مريم أن أحياء ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجلنا بإضاءة الشموع له مضمون خاص ومناسبة لتجديد العهد لتنفيذ وصيتهم. وأوضح السيد برخت قبر تنسئي القادم من باريس والسيد نجوسي أسملاش القادم من برلين أن ذكرى شهدائنا محفورة دائما في القلوب وأن تجديد العهد بشكل جماعي يبعث على الارتياح. وأشار السيد كبر أبا برها والسيدة جميلة محمد أن الموت أمر طبيعي في هذه الحياة، إلا أن التضحية من أجل رخاء شعبك له دلالات عميقة. أوضح المواطنون الذين قاموا بغرس الشتول في 20 من يونيو يوم الشهداء بأن إحياء هذا اليوم بغرس الأشجار يعتبر عملا خالدا على مر الأجيال. وقام أعضاء وزارة الزراعة بحملة تشجير يوم 18 من يونيو في منطقة امبادرهو تحت شعار نمجد شهدائنا بتحويل البلاد إلى ساحات خضراء. وقال المدير العام لقسم التطوير الزراعي السيد حروي أسقدوم أن وزارة الزراعة بذلت جهودا كبيرة للقيام بالتشجير في مثل هذا اليوم المجيد لجعل هذه الأشجار نصبا تذكارية للشهداء. وذكر المقدم يوسف هايلي والسيد تخستي والتنسائي أن مضمون 20 من يونيو يتطلب تنفيذ أعمال ترضي الضمير ليرقد شهداؤنا في مثواهم بسلام. وذكر مسؤول مصلحة الغابات والحياة البرية سيد أبرها غارزا أن النفير يأتي تنفيذا لوصية الشهداء بتحويل الأراضي التي تضررت بسبب الاستعمار والاستخدام غير الجيد إلى أراضٍ خضراء.
كما قام سكان ضواحي ربعة أسمرة ووسط مدينة أسمرة وعداقة عربي وعداقة حموس بنفير مماثل في منطقة بيت قرقيش بالتعاون مع أعضاء الجيش الشعبي. وفي ذات السياق قام 600 من أعضاء فرع الشباب العامل في الإقليم الأوسط بنفير لتجهيز الحفر المطلوبة لغرس الأشجار في إمبادره. كما أقام أعضاء الفرع حفلا للأيتام في دار أسمرة للأيتام. أحيا الإريتريون المقيمون في استراليا ونيوزيلندا 20 من مايو يوم الشهداء تحت شعار ذكرانا مفخرة وعهدنا عمل. وأحيا المواطنون يوم الشهداء بمسيرات الشموع والفعاليات التي تمجد الشهداء، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في كافة المجالات تنفيذا لوصية الشهداء. وفي ذات السياق قام سكان ميلبورن بمسيرة راجلة لمسافة أكثر من 42 كيلومترا. وأوضح قنصل إريتريا في استراليا ونيوزيلندا السيد بشير إدريس نور في الكلمة التي ألقاها في مناسبة إحياء يوم الشهداء بمدينة ميلبورن الأسترالية، قال أن 20 من يونيو يوم مجيد، وأنه يوم فخر واعتزاز بالشهداء وتجديد للتعهد بتنفيذ وصيتهم. وقدم المواطنون في المناسبة حوالي 30,000 دولار لتنمية صندوق أمانة الشهداء. كما تعهد الإريتريون المقيمون في مدينة بيرز الأسترالية للعناية بأكثر من 25 أسرة شهيد، إضافة إلى تعهد الإريتريون المقيمون في المدن الأخرى للعناية بأكثر من 15 أسرة شهيد هذا العام. وعلى ذات المنوال أحيا الإريتريون المقيمون في مدينة جدة بالسعودية وضواحيها أحيوا يوم الشهداء. وفي المناسبة التي جرت في 19 من يونيو أوضح مسؤول الشؤون القنصلية السيد صالح محمود سبي أن يوم الشهداء يوم لتقييم كل مواطن مدى وفائه لأمانة الشهداء، مشيرا إلى أن 558 من المواطنين المقيمين في جدة قاموا حتى عام 2012 بأعباء العناية ب 919 أسرة شهيد. بينما قرر المواطنون الذين شاركوا في مناسبة إحياء يوم الشهداء هذا العام قرروا تحمل مسؤولية العناية ب 101 من أسر الشهداء. وفي ذات السياق تسلم 165 من المواطنون الذين أوفوا بالتزاماتهم الكاملة تجاه أسر الشهداء استلموا الشهادات التقديرية من يد قنصل إريتريا العام في جدة السيد عبد الرحمن عثمان. وقدم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في جدة مبلغ 4616 ريال عبارة عن ريع بيع الشموع. كما تبرع طلاب المدرسة الإريترية العالمية في جدة 940 ريال لتنمية صندوق أمانة الشهداء. جرت أنشطة تشجير وعناية بالأشجار في مقابر الشهداء بمختلف أنحاء البلاد، وذلك بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وقام السكان في بارونتو وملقي وهيكوتا وعصب ومندفرة وكرن بنفير في مقابر الشهداء شمل أعمال التشجير ورعاية الأشجار وإصلاح أسوار المقابر. وأوضح المشاركون في النفير أنهم سينفذون وصية الشهداء من خلال استعدادهم لبناء بلد مستقر يعمه الرخاء والازدهار بالتفاني في العمل، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم بالشهداء الذين ننعم بتضحياتهم في ظل الاستغلال. وأوضحوا بأن الدفاع عن السيادة الوطنية وبناء الوطن تعبير حقيقي عن تنفيذ وصية الشهداء، مجددين العهد لإعمار البلاد وازدهارها. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.